يا مساء الفل والجمال، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. بعد ماتشات النهارده كده عايز اتكلم معاكم على شويه حاجات. يمكن ممكن اتكلم دلوقتي عن الزمالك ودريمز تحديدا، لان بعد الزمالك ودريمز دخلنا في كلاسيكو خطير وريال مدريد حسم الدوري. آه لما تيجي تتكلم عن الزمالك ودريمز عندك حاجات كتيره مهمه جدا في الماتش ده. اولا الزمالك لسه عنده فرصه، انا على يقين ان الزمالك لسه عنده فرصه، وفرصه 50 50 مع دريمز. بيلعب في ملعب غير ملعبه، اكيد ملعب مش الطف حاجه، بس الزمالك ممكن يرجع من هناك ان شاء الله صاعد للنهائي. صعب الموضوع على نفسه جدا، جوزيه جوميز تحديدا صعب الموضوع على نفسه. الزمالك عنده غيابات مهمه جدا جدا، زيزو، فتوح، عمر جابر، ثلاثه في مقتل، ثلاث لعيبه حلول مرعبه. الزمالك عنده 60 70% من قوه فرقه الزمالك عند زيزو الحقيقه يعني. طبعا فتوح حل قوي جدا في كل حاجه، في الهجوم وفي الطلوع بالكوره. نفس القصه تنطبق على عمر جابر اللي متالق جدا مع جوزيه جوميز. فالزمالك افتقد الثلاثه دول، وجوزيه جوميز ما عرفش يعوضهم تماما بقى. وتعالى هنا قبل ما نروح في اي تفاصيل، اعتقد ان كل جماهير الزمالك وكل جماهير الكوره في مصر على درايه على علم ان الزمالك عنده مشاكل في السكواد بتاعه جدا جدا جدا. ولما الزمالك عمل العشر صفقات اللي جابهم دول، الكل كان عارف، وانا كنت واحد من الناس اتكلمت في القصه دي، ان الزمالك في الاخر هيطلع بخمس ست لعيبه. ده يبقى انجاز من العشره دول، او تحديدا ان الثلاثه بتوع نص الملعب هم الكور بتاع القصه دي. ناصر وحمدي وعبد الله ومحمد شحاته وزياد كمال، الخمسه اللي بيلعبوا ما بين الاساسيين والاعتياديين هم دول هيبقوا الاساس في الموضوع. موتيابا لسه بدري انك تحكم عليه. نفس القصه تنطبق على مهاب ياسر وعلى عاطف وعلى ياسر حمد اللي غالبا ما لعبش ومش هيلعب يعني الفترات الجايه. فالزمالك عنده ازمه في الحته دي. فلما الزمالك بيلعب في البطوله بتاعت الكونفدراليه وهو بعيد عنه عبد الله، وبعيد عنه ناصر ماهر، حتى بعيد عنه سيف جعفر، الفريق الدروب كبير جدا مع الثلاث غيابات. فالزمالك متاثر متاثر، فالكل عارف القصه دي. والحقيقه اللعيبه حاولت على قد امكانياتها وعلى قد قدراتها، خاصه ان الزمالك السكواد بتاعه ما فيهوش رفاهيه ان يغيب عنك اربعه خمسه فتلاقي خمسه تانيين. لا، الزمالك شوط اول سيف الجزيري مثلا كان ممتاز، كان ممتاز في ماتش الاهلي. الشوط الثاني الراجل مش شايف قدامه كل الفرص المتاحه. تايمنج غلط، كور عرضيه ما فيهاش مشكله. كور عرضيه ملعوبه له كويس جدا بيطلع هو يلعبها غلط. الزمالك ضيع كتير. شيكابالا ما بقاش قادر يبدا الجيم من اوله، شيكابالا ما بقاش قادر يقود الفريق فنيا جوه الملعب. والزمالك بقى لما بيفقد الكوره عنده ازمه، ده على شيكابالا. طب مصطفى شلبي، واحد من اقل ماتشات مصطفى شلبي، شوط صعب جدا 45 دقيقه، صعبه قوي قوي قوي. فبالتالي خرج مصطفى شلبي، رغم ان انا على فكره الزمالك احيانا ما عندوش حلول. هو موتيابا يعني، انا موتيابا لعب جزء في ماتش الاهلي، بعدين لعب تاني بقى موتيابا الماتش واداله الراجل كتير جدا. فتقف هنا عند التوليفه بتاعت جوزيه جوميز، وهل جوزيه جوميز عنده مشكله في اداره الجيم؟ بص على ماتش الاهلي والزمالك الاخير، الزمالك راكب الجيم الشوط الاول، كولر مسلمها له تسليم مفتاح، قام جاي مسلم نص ملعبه الشوط الثاني بالتغييرات البدري جدا بتاعت عبد الله وناصر واحمد حمدي، والاهلي ركب الجيم وتعادل. وكان ممكن الاهلي يرجع تاني لولا جون الزمالك الثاني. فانا عندي قلق من الكوتشنج. سيد عبد الله نيمار تتفق تختلف بعيد، رجع لعب في ماتش الاهلي فجاه والراجل عمل ماتش ضيع فيه اكتر من فرصه، لكن في الاخر سيد نيمار ده لعب كتير قوي مع الزمالك وعنده خبرات ولعيب عنده حل، بيلعب باك ليفت، بيلعب باك رايت، بيلعب جناح، بيلعب كل حاجه. ما لعبش ولا دقيقه النهارده، ما اعرفش ايه الحكمه. ما اعرفش ايه الحكمه ان مهاب ياسر هو اللي يلعب في الوقت اللي كان فاضل. لما ابراهيم انداي، انا كنت متخيل الحقيقه مع اوبشن ابراهيم انداي ان اللي يلعب باك ليفت هو سيد نيمار، فابراهيم انداي يبقى اوبشن على الدكه. فهو استخدم ابراهيم انداي لسه راجع من الاصابه. هو دفاعيا ضعيف لان دي مش حتتهم. الراجل حتى كره الشوط الاول اللي حمزه المسلوسي انقذها دي، ما دي غلطه ابراهيم انداي. ما هو الراجل مش عارف مش عارف يقف يعني، وضعيه جسمه هو واقف عامل كده مش شايف اللي وراه، فبيبص على الكره بيلاقي حد قطع في ظهره، مش بيعرف يعملها يعني. فالشوط الثاني عمل جيم كويس جدا هجوميا. فكان ممكن يكون سيد نيمار موجود وابراهيم انداي هو اللي يتقدم من اول الماتش. هو عمل القصه وحرر ابراهيم انداي الشوط الثاني كله، وخلى حمدي يرجع. الشوط الاول مخلي حمدي بيلعب جنب دونجا. طب في العادي يعني لما تلعب قدام فريق كله بيلعب تحت الكوره، لا زق حمدي قدام. فكان حمدي يتزق قدام، وشيكابالا او موتيابا يلعبوا على اليمين، ومصطفى شلبي في بدايه الجيم يبقى في مكانه، وشحاته ودونجا. الزمالك حتى اتاخر جدا في تغييرات محمد شحاته، التغييره اللي هي بتحاول تامن للفريق انه يستعيد الكوره او هو يكمل لقدام ويسدد، لان الزمالك كان بدا يبقى المرتدات بتشكل عليه خطوره. فانا عندي مشكله في المعضله بتاعت، هو الراجل عنده مشكله في البدايه ولا عنده مشكله في الكوتشنج؟ ليه شيكابالا وموتيابا مع بعض؟ مش منطقي ابدا شيكابالا وموتيابا مع بعض. بعدين رمى سامسون الشوط الثاني، الراجل بدا يلينك اللعب ويوصل الكوره، والزمالك بقى الجون كتير وبعدين بدا يضيع فرص كتيره جدا. وخلي بالك هي مش بكتر المهاجمين يعني، وجود ناصر
منسي جنب سيف اتحرر ناحيه اليمين عشان ياخد الكره الطوليه او يعمل الكمل المهاجم التاني. ما هو ناصر منسي برضو الراجل بيبعد جدا وبعدين يرجع يلعب. فالزمالك عنده ازمه في ده عشان السكواد فيه مشاكل. السكواد فيه مشاكل، فلازم الراجل يوصل لشكل. طبعا خلاص الزمالك بقت الماتش الجاي ده الماتش الفارق في الموسم بتاع الزمالك، ماتش دريمز في غانا. والفرقه احنا شفنا الفرقه مرتداتهم قويه. ممكن يكون الزمالك هناك هيستقبل اللعب نسبيا، هم اللي هيهجموا هم اللي هيجوا. فالراجل عبد العزيز عيسى بتاع نص الملعب ده لعيب كويس جدا على فكره، حتى لو ما ظهرش بشكل كويس مصلحه ان شاء الله ما يظهرش برده الماتش الجاي، لكن هو لعيب جامد جدا ولعيب صغير وارقامه حلوه وحريف قوي. جون انطوي ممتاز في التحركات بره ال 18، ودي هتبقى اكبر حاجه خطوره. هم بيلعبوا كور عرضيه كتير على فكره لما بيلعبوا في ارضهم، فالزمالك عليه ان هو يراقب جون انطوي كويس جدا. والراجل التاني منساه رقم 10 ده اللي هو وصل في كره الانفراد اللي اتحسب اوفسايد. فالزمالك انا بشوف ان الزمالك يقدر يسجل، بس يقدر يسجل دي ان الزمالك محتاج ان شاء الله زيزو وفتوح وعمر، ما اعرفش مين فيهم يقدر يرجع يلحق الماتشات الثلاثه تحديدا، لان هتبقى رئه مهمه جدا للزمالك. وان الزمالك لما يوصل للجون يسجل، وان الزمالك يختار اللعيبه الانسب لبدايه الجيم. وانا بشوف ان دونجا حمدي احمد محمد شحاته هم الثلاثه بتوع نص الملعب اللي الزمالك لازم يبدا بيهم. هيبقى عنده مشكله مين هيلعب جناح الشمال، لان الزمالك ما عندوش جناح على فكره ناحيه الشمال غير محمد حمدي في غياب نصر، غير انا اسف مصطفى شلبي في غياب ناصر ماهر، وزيزو لو موجود، وسيف الجزيري. اعتقد ان الزمالك عليه انه يختصر كتير من الوقت بلعب كور طوليه لسيف الجزيري زي ما اتعملت، والقطعه بتاعت سيف الجزيري. حاجه اخيره عايز اتكلم عليها في الزمالك في المجمل، ان الراجل جوزيه جوميز عنده افكار واضحه ان الفريق بيلعب كره من العمق. انت جناح وانت جناح بتخشه، والمهاجم ولعيب من نص الملعب، فتبقى في زحمه 5 6 لعيبه بيبداوا يلعبوا باصات قليله. اعمل اوفرلود في القلب، العب كره في ظهر الديفنس، اقطع في ظهر الديفنس، دي بتعمل كويس. او فجاه تلاقي جمع اللعب ناحيه الشمال ويقوم جاي لاعب كره طوليه ناحيه اليمين، وهكذا. او ان هو بيحاول يحط فتوح او الجناح الشمال ده 1 على 1، لانه دايما هتلاقيه عمال يشاور يعمل لهم كده. اما فتوح بيخش في العمق بيخلي حد يروح يفتح مكانه. الزمالك محتاج يغير من الاستراتيجي دي، يبقى عنده اوبشن بلان بي. لما لعب قدام فريق كله بيدافع مع 45 دقيقه اللعيبه مش شايفه قدامها. الشوط الثاني خطوره الزمالك كلها جت من الكور العرضيه، خطوره الزمالك كلها جت ان الفريق بيعمل كروسات. ففي غياب عبد الله والناصر ماهر الطريقه دي مش هتاكل قوي مع الزمالك. وممكن في وجودهم قدام فريق بيدافع تحت قوي لازم في وقت من الاوقات تفتح بقى عرض الملعب وتلعب ان انت توسع ده، فتوسع الديفنس، تظهر المساحات. ناصر ماهر لو في الدوري يكمل، احمد حمدي لو في الدوري لو في الكونفدراليه يكمل. لازم يستغل اللعيبه دي من العمق شويه ومن اطراف الملعب، ان هي الانصاف المساحات اللي ما بين الباك والمساك دي لازم الزمالك يعمل كده. دي نقطه في منتهى الاهميه، لان الراجل لازم يكون عنده تنوع في طرق اللعب. ما ينفعش الزمالك يبقى خلاص انت النهارده وانت قاعد في بيتكم بتتفرج على ماتش للزمالك عارف ان طريقه لعب الزمالك بقت ماشيه ازاي. الحاجه الاخيره، الكرة الخزعبلية اللي ضاعت من الزمالك في الاخر دي اللي جت في العارضة، وقبليها الزمالك الشوط الاول واحدة لحمزة المسوسي واحدة لسيف الجزيري، عرضيتين لسيف الجزيري الشوط الثاني بدماغه. الكورنرز هتبقى خطرة جدا للزمالك على فرقة دريمز. اتمنى ان الزمالك يركز فيها، بلاش بقى الشورت كورنر اللي بيتلعب وواحد يلف. الزمالك اعتقد محتاج يركز لو زيزو كمان تحديدا رجع في كروسات على حسام عبد المجيد وعلى حمزة المسلوسي الماتش الجاي، لان الاثنين دول ودونجا في القريبة. الفريق بتاع دريمز بحارس المرمى كل الكور العرضيه بتشكل خطوره، كل الكور العرضيه بتشكل خطوره عليهم. وبصوا على اخر كورتين في الماتش، وبصوا على اول كورتين من كورنرز في الشوط الاول، وكام عرضيه راحت لسيف الجزيري وطلع سيف ركبها من فوق وما تعملش معاها في الاخر باد لك. بالمناسبه لو فتوح رجع ممكن ابراهيم نداي هو اللي يلعب باك ليفت مكان مصطفى جناح شمال مكان مصطفى شلبي، يعني يبقى ابراهيم نداي ووراه احمد فتوح. ده ممكن يكون شكل من اشكال الزمالك لو الفريق كمل، لو ال 11 لعيب كمل ومفيش حاجه تجبر الراجل ان هو يغير في الفرقه. لكن في المجمل الزمالك يا جماعه كلنا عارفين ان السكواد فيه مشاكل. الازمه الاكبر ان الزمالك ادارته بتقول ان هي عندها المشكله بتاعت خالد بوطيب، فبالتالي الزمالك عنده ازمه في توفير سيوله. لو ما توقفش القيد الزمالك كده كده الموسم ده كلام بدري يعني، بس الزمالك محتاج ابجريد تاني في السكواد بتاعه في مراكز كتير. الاداره قدرت تعمل شويه صفقات حسنت الفريق نوعيا، لكن في غياب اللعيبه دي مع الاصابات في مشكله مع اللعيبه في الكواليتي، في مشكله كبيره مع جوزيه جوميز في ادارته للماتش من وجهه نظري. وادينا هنشوف من هنا لغايه يوم الاحد ان شاء الله مين اللعيبه اللي هترجع، لان دي هتفرق مع الزمالك عوده مجموعه اللعيبه الغايبين. وبالتوفيق ان شاء الله الماتش الجاي، واشوفكم على الف خير.